نبدأ جولتنا في الصحف البريطانية من صحيفة الإندبندنت أونلاين، وتقرير للمحرر الدبلوماسي فيها كيم سينغوبتا بعنوان كيف كشف انقلاب الأردن حدود القدرات السعودية. واعتبر أن الحكم بسجن كل من رئيس الديوان الملكي الأردني السابق باسم عوض الله وقريب الملك عبد الله الشريف حسن بن زيد لمدة 15 عاما لكل منهما بتهمة التحريض على الفتنة عبارة بارزة ذات تأثير كبير في كل من البلاد وخارجها. وقال التقرير إن العديد من الدبلوماسيين فوجئوا بتقديم عوض الله للمحاكمة، إذ يحمل وزير التخطيط السابق الجنسية السعودية أيضا، وهو مستشار اقتصادي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ويشير الكاتب إلى أن العلاقة السعودية هي جزء أساسي من الادعاءات المحيطة بالانقلاب. وبحسب النيابة سأل الأمير حمزة عوض الله عما إذا كان سيحصل على دعم سعودي إذ مضى قدما في المؤامرة. وزعم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية أيمن الصفدي إلى أن أمير حمزة كان على اتصال ببعض الكيانات الأجنبية وتنفي الحكومة السعودية تورطها في محاولة الانقلاب. وتحدث التقرير عن مزاعم بأن الرياض أرادت أن تسقط الإجراءات القضائية ضد عوض الله، وزارت شخصيات سعودية بارزة من بينها وزير الخارجية فيصل بن فرحان ورئيس جهاز المخابرات عمان لإقناع الأردنيين بالسماح بذلك بعودة عوض الله معهم. ورغم أن الأردنيين رفضوا طلب السعوديين، فإن أحد السيناريوهات التي قدمها البعض في الأردن هو أن يفرج عن عوض الله بعد أن يمضي جزءا من عقوبته، وهو ما نفته عمان. ويقول التقرير إن السعودية ستكون الوجهة الواضحة لعوض الله، لكن ينظر إلى بريطانيا أيضا على أنها احتمال آخر، إذ أن عوض الله وفقا للسجل لهيئة الشركات في لندن لديه شراكات واسعة على رجال أعمال سعوديين في البنك العربي الوطني، ويشغل منصبا رفيعا في فرع البنك بالمملكة المتحدة.